اكل بالليل. ايوه. احنا طبعا شتاء وجو ساقعه والناس بترجع من الشغل عايزه تاكل ويا حلاوته. ايه بقى شوف، يعني هي بطبيعتنا احنا، يعني او طبيعه شغل معظم الناس بيروح البيت عايز يلاقي الوجبه السخنه، الاكل الكتير فيفضل ياكل. لا، ما هو ده طول النهار بره البيت بالظبط. فياكل ويخش ينام. اوكي. ده بيعمل له حاجتين. ايوه. اول حاجه هيزود الوزن، تاني حاجه هيبقى عرضه للاصابه بمرض السكر، لان خد سعرات حراريه كتيره جدا وما حرقهاش، دخل نام. اوكي. فبتلاقيه بعد فتره صغيره جدا خلاص ابتدت اعراض السكر انها تظهر. طب نقضي على الموضوع ده ازاي؟ ايوه. تعالى كده بقى ايه، ناخد نفس كده ونقول ان احنا اول ما نخش من باب البيت هجيب كيس الالياف الطبيعيه اللي هي الوجبه اللي مكونه من 100 نوع من خضار وفاكهه. ايوه. ويبتدي ان هو يفتح الكيس ويحطه على ربع كوبايه ميه، يقلبه، ياكله ويشرب كميه ميه. ويبتدي يستنى حوالي نص ساعه. تمام. بس خلاص كلم جمهورك. انت كده حلو شبعان. كده. انت كده شبعان بالظبط. انا كده شبعتك. طيب وعملت ايه كمان غير ان انا شبعتك؟ اول حاجه كمان عملتها ان انا شلت المضادات الاكسده اللي موجوده في جسمك، ان الالياف وهي خارجه من الجسم بتاخدها معاها. كمان الدهون اللي بتتكسر يعني الحبايه بتاعت بالليل دي معلهاش اي اضرار، تاخدها تشبعك خلاص، مش هتاكل بالليل. مش هتاكل بالليل. وفي نفس الوقت لو عندك نسبه كوليسترول بتبتدي انها تسحبها وتخرجها بره الجسم. خلاص ما دام ما اكلتش. تمام. لا، نسبه الكوليسترول موجوده كمان في الدم. ما ايوه ما خلاص هتتسحب. كلام مظبوط. بالظبط. زي المغناطيس كده بتشدها وتاخدها بره الايه، بره الجسم.